السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع الدرس الأول في الوحدة الثانية، وهنتكلم عن أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي. وأول حاجة لازم نبقى عارفينها إن المصريين عانوا من إيه؟ قال لك عانى كثيرا من اضطهاد الروم، خاصة بعد اعتناق المصريين للمسيحية. طب تعالوا نفتكر أسباب الفتح الإسلامي لمصر. هنقول له رقم واحد نشر الإسلام، اتنين تخليص أهلها من ظلم البيزنطيين أو الروم، 3 تأمين حدود الدولة الإسلامية من جهة الغرب. طب مين أول واحد فكر أن ينشر الإسلام في مصر؟ هنقول له الرسول صلى الله عليه وسلم. الكلام ده إمتى؟ لما كان المقوقس حاكم لمصر من قبل الروم، والرسول دعاه أنه يدخل الإسلام. طب مين اللي أعاد التفكير في فتح مصر مرة أخرى؟ هنقول له عمرو بن العاص، أشار على عمر بن الخطاب أنه يفتح مصر. طب إيه هو كان موقف الخليفة عمر بن الخطاب من فتح مصر؟ وافق الخليفة على فتح مصر، وأمر بخروج الجيش بقيادة عمرو بن العاص من فلسطين متجها إلى مصر. طب تعال نشوف خط سير عمرو بن العاص وكيف فتح مصر. فتح عمرو بن العاص مصر بدأ من مدينة العريش شرقا حتى وصل إلى مدينة الأسكندرية غربا. يبقى أول مكان اتفتح في مصر على يد عمرو بن العاص كانت العريش، آخر مكان الأسكندرية، لأنها كانت عاصمة الدولة البيزنطية في مصر في ذلك الوقت. طب من الخريطة نستنتج باقي المدن المصرية التي فتحها عمرو بن العاص في شمال مصر. أول حاجة احنا قلناها العريش، بعد كده فتح الفرمة، بعد كده بلبيس، عين شمس، أم دنين، ثم دمنهور. ثم عقد عمرو بن العاص صلحا مع قال لك المقوقس حاكم مصر في ذلك الوقت من قبل الروم، وعرف هذا الصلح بصلح الأسكندرية. طب تعال نركز بقى ونشوف صلح الأسكندرية ايه اللي حصل فيه. قال لك الاطراف هنقول له عمرو بن العاص والمقوقس حاكم مصر. طيب ايه شروط صلح الاسكندريه؟ قال لك ان تعقد هدنه مدتها 11 شهرا، يعني 11 شهر لا يقوم احد الطرفين خلالها باي عمل حربي ضد الاخر. طب رقم اتنين، قال لك ان يتم ترحيل الحاميه الروميه عن طريق البحر، ويحمل الجنود معهم متاعهم وأموالهم وهم آمنون على ذلك. طب رقم 3، قال لك ألا يعود الروم لمصر ثانية أو يحاولوا استرداد مصر. طب رقم 4، ألا يتعرض المسلمون للكنائس بسوء. طب رقم 5، أن يبقى اليهود بمدينة الأسكندرية. يبقى دي يا جماعة كانت أهم شروط صلح الأسكندرية. طب نستنتج إيه من شروط صلح الأسكندرية؟ صلح ضمن حقوق عديد من الفئات، وهي الجنود الروم والمسيحيين واليهود. يبقى الجنود ضمن حقهم، المسيحيين ضمن حقهم، اليهود كمان ضمن حقهم. أكد الصلح على مبدأ قال لك الحرية الدينية واحترام الآخرين. ثم اتجه عمرو بن العاص نحو جنوب مصر وفتح جنوب مصر. طب تعال نشوف بقى النتيجة المترتبة على فتح مصر. قال لك تحولت مصر من مجرد ولاية بيزنطية مضطهدة دينيا إلى ولاية إسلامية شاركت بدور مهم في بناء الحضارة الإسلامية. يبقى إذا مصر تحولت من ولاية بيزنطية إلى ولاية إسلامية، وكان لها دور كبير في بناء الحضارة قال لك الإسلامية. أصبح عمرو بن العاص أول والي على مصر. يبقى من أول والي على مصر؟ هنقول له عمرو بن العاص. طيب دلل، أعطى عمرو بن العاص لأهل مصر مثالا للسماحة الإسلام. هنقول حيث منح أهل مصر الحرية الدينية، حرص على حماية أموالهم وأماكن العبادة الخاصة بهم. طب تعال نركز ونشوف إيه أهم النقط اللي هنشوفها بعد ما أصبحت مصر ولاية إسلامية. قال لك نعمت مصر بالاستقرار والأمن في عصر قال لك الولاة، كما ازدهرت الأنشطة الاقتصادية المختلفة. طب تعال نشوف ملامح الحضارة في مصر في تلك الفترة التاريخية. هنبدأ الأول بواحد، نظام الحكم. قال لك أبقى المسلمون على النظام السياسي الذي كان موجودا فين؟ قال لك في مصر قبل الفتح الإسلامي، واكتفوا بإيه؟ قال لك بشغل بعض المناصب قال لك السياسية حتى يشرفوا على الإدارة بوجه عام. طيب إيه أهم المناصب ديت؟ قال لك أول منصب هو منصب الوالي. طيب منصب الوالي ده نركز كده، قال لك في عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والدولة العباسية. بس إمتى؟ قال لك في العصر العباسي الأول كان الخلفاء بيعينوا الولاة من هنقول له العرب. ليه؟ قال لك عشان يحكموا مصر ويدوروا شؤونها قال لك الداخلية.
وكان الوالي بيقيم فين؟ هنقول له في دار الإمارة. مين اللي أنشأها أصلا؟ هنقول له عمرو بن العاص. فين؟ قال لك في مدينة الفسطاط. طب في العصر العباسي الثاني بدأ الخلفاء بيعينوا الولاة. من؟ قال لك الفرس والأتراك. طب بما تفسر؟ هنقول له بسبب ضعف خلفاء هذا العصر، وكان يتم تغيير الوالي في مدد قصيرة. يبقى في العصر العباسي الأول، وعصر الدولة قال لك الأموية، وعصر الخلفاء الراشدين كان اللي بيحكم مصر من؟ قال لك العرب. أما في العصر العباسي الثاني اللي كان بيحكم مصر كان من الفرس أو الأتراك. اشمعنى؟ قلنا بسبب ضعف خلفاء هذا العصر. طب تعالوا نركز كده ونشوف ما المقصود أصلا بعصر الولاة. قال لك عصر الولاة تلك الفترة التاريخية التي تبدأ بعد الفتح الإسلامي لمصر في عام 21 هجرية 641 ميلادية، وتنتهي ببداية تأسيس أحمد بن طولون دولة مستقلة. فين؟ قال لك في مصر، وهي أول دولة مستقلة في مصر، عرفت باسم الدولة الطولونية في عام 254 هجرية 868 ميلادية. وكانت مصر خلال تلك الفترة ولاية تابعة للخلافة الإسلامية، الخلافة الراشدة، الخلافة الأموية، والخلافة العباسية. طيب احنا كده اتكلمنا عن الوالي. طب تعال نشوف بقى المنصب التاني، وهو قال لك صاحب الشرطة. كان الوالي يقوم بتعيينه، وأحيانا يتدخل الخليفة في اختياره. طب بما تفسر؟ هنقول له لأن صاحب الشرطة كان ينوب عن الوالي في أداء مهامه حال غيابه عن منصبه. يبقى لما يجي يقول لي مين اللي كان بيعين صاحب الشرطة، أقول له الوالي. اشمعنى؟ لأنه كان بينوب عن الوالي في أداء مهامه في حال غيابه عن منصبه. طب من مهام صاحب الشرطة قال لك رقم واحد المحافظة على الأمن الداخلي، يمنع وقوع الجرائم والقبض على الجناه. طب رقم اتنين قال لك تنفيذ العقوبات التي يحكم بها القضاء. طب تعالوا نشوف النظام التاني، وهو القضاء. طب هو عبارة عن ايه؟ قال لك نظام إداري وضعه قال لك العرب في مصر بعد قال لك الفتح الإسلامي، يقوم على أساس الشريعة الإيه؟ قال لك الإسلامية. طب أما غير المسلمين فكان لهم قضائهم إلا إذا احتكموا إلى قاضي مسلم. يبقى من حقهم إن هم يحتكموا إلى قاضي مسلم. كان الخليفة هو الذي قال لك يقوم بتعيين القاضي، وكانت مجالس القضاء تعقد عادة فين؟ هنقول له جامع عمرو بن العاص. يبقى القضاء كان نظام قال لك نظام إداري. مين اللي حطه؟ قلنا العرب. فين؟ قال لك في مصر. امتى؟ بعد الفتح الإسلامي. يقوم على أساس إيه؟ هنقول له الشريعة الإسلامية. طب غير المسلمين لهم قضاة خاص بيهم إلا إذا احتكموا إلى قاضي مسلم، وكان الخليفة هو اللي بيعين القاضي، وكانت المجالس تعقد فين؟ في جامع عمرو ابن العاص. طب الحياة الاقتصادية قال لك تتمثل في الزراعة، الصناعة، التجارة. طب تعال نشوف كده أول حاجة الزراعة. قال لك اهتم المسلمون بشؤون الزراعة والري في مصر. طب إيه الدليل؟ هنقول له رقم واحد أمر عمرو بن العاص بإيه؟ قال لك بإنشاء مقياس على قال لك النيل. تم الأمويين والعباسيين بتوسيع رقعة الأرض الزراعية وحفر الترع والقنوات. طب تعال نركز بقى ونشوف الصناعة. قال لك ازدهرت الصناعة في مصر في عصر الولاة، زي صناعة السفن الحربية وصناعة النسيج والتطريز. طب تعال نشوف صناعة السفن الحربية. ازدهرت تلك الصناعة في مصر في عصر الدولة هنقول له الأموية، وقد أمر الخليفة الأموي معاوية ابن أبي سفيان بإنشاء دار لصناعة السفن في بلاد الشام في مدينة عكا. وقد استقدم من مصر الخبراء للاستفادة منهم في دار الصناعة الجديدة. يبقى المصريين كانوا بيتميزوا بمهارة صناعة السفن. أما صناعة النسيج والتطريز كانت الثياب المصرية مزينة بالتطريز البيزنطي، حتى أمر الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان عام 65-86 هجرية أن تكون الكتابة على النسيج باللغة العربية، وكان يتم تزيين المنسوجات الكتانية بزخارف من الحرير. وهنا صورة بتوضح صناعة السفن، وهنا صورة بتمثل الكتابة على النسيج بالخط العربي. مقياس النيل هو بناء حجري مدرج بوحدة قياس معينة ومتصل بنهر النيل لمعرفة مستوى المياه وتقديرها، وعلى أساسه كان يتم تقدير الضرائب. طب نركز ونشوف هنا التجارة. ازدهرت التجارة في مصر خلال عصر الولاة. طب بما تفسر؟ هقول له للأسباب الآتية. واحد، قيام عمرو بن العاص بإعادة حفر القناة التي كانت تربط بين إيه؟ نهر النيل والبحر الأحمر،
وسميت بخليج أمير المؤمنين نسبة إلى عمر بن الخطاب، وقد ساعد ذلك عليه. قال لك تنشيط التجارة بين مصر وبلاد الحجاز. رقم اتنين قال لك ازدهار الزراعة. رقم ثلاثة ازدهار الصناعة. يبقى دلوقتي لما يجي يقول لي التجارة ازدهرت في عصر الولاة، هنقول له لأن عمرو بن العاص حفر قناة خليج أمير المؤمنين. طب إيه النتيجة المترتبة على حفر قناة خليج أمير المؤمنين؟ أقول له تنشيط التجارة بين مصر وبلاد الحجاز، بالإضافة إلى ازدهار الزراعة وازدهار الصناعة. يبقى كل الأسباب دي أدت في النهاية إلى ازدهار التجارة. طب تعالوا نشوف الحياة العلمية. قال لك بعد الفتح الإسلامي لمصر، وفد كثير من الصحابة إلى مصر، وقاموا بتعليم الشعب المصري أصول الدين قال لك الإسلامي. ومن أشهرهم كان عبد الله بن عمرو بن العاص. وقد قامت في مصر نهضة علمية عظيمة، وكانت دعامتها هي الدين الإسلامي وأيضا اللغة العربية. طب في القرن الثاني الهجري قال لك نشأ جيل من العلماء من أصل مصري صاروا أئمة في قال لك القراءات والأدب واللغة والتاريخ، وأصبحت مصر مركزا لنشر العلم والثقافة. طب إيه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لك ساهمت في بناء وتقدم الحضارة قال لك الإسلامية. بعد كده يا جماعة هنركز في العمارة. قال لك العرب اهتموا بالعمارة في مصر. زي ايه؟ قال لك المدن. أنشأ العرب المسلمون عديدا من المدن في مصر، زي مدينة قال لك الفسطاط ومدينة الجيزة. والكلام ده كان في عصر الخلفاء الراشدين على يد عمرو ابن العاص. ثم مدينة حلوان تم إنشائها في عهد الدولة الأموية، ثم العسكر أنشأها العباسيون. وهنا علم القراءات يعني إيه؟ هو علم يختص بكيفية قراءة القرآن الكريم. طب تعالوا نشوف بقى أول مدينة معانا، وهي مدينة قال لك مدينة الفسطاط. مين اللي شيدها؟ هنقول له عمرو بن العاص. ليه؟ قال لك لتكون عاصمة لمصر بديلا عن الإسكندرية التي كانت بعيدة عن قلب مصر، وتحتفظ بطابعها البيزنطي، وظلت عاصمة لمصر طوال عصر الخلفاء الراشدين والخلافة الأموية. مواقف مضيئة في التاريخ الإسلامي رحمة قائد. قال لك نصب عمرو بن العاص خيمته خارج أسوار حصن بابليون أثناء حصاره لحصن بابليون، وعند توجهه نحو الأسكندرية أمر بإزالة خيمته، فوجد الجنود يمامة قد بنت عشها ووضعت بيضها فوق الخيمة، فأمر بترك الخيمة ولاحق الروم هو وجنوده. وبعد عودته كانت اليمامة قد أخذت صغارها وطارت، فأمر ببناء عاصمة جديدة لمصر في نفس مكان الخيمة، وأطلق عليها الفسطاط أي الخيمة نسبة إلى خيمة عمرو ابن العاص. بعد كده مدينة العسكر تم تشييدها في العصر قال لك العباس. طب بما تفسر؟ قال لك لتصبح عاصمة جديدة لمصر. طب تعال نشوف بقى المساجد. قام عمرو بن العاص ببناء أول جامع في مصر في مدينة الفسطاط، والذي عرف باسمه، وكان مسجدا ومدرسة دينية وعلمية ومركزا للقضاء، وهو مسجد عمرو بن العاص اللي موجود معانا في الصورة. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.